السلام عليكم، أتمنى من الجميع أن نكون بخير. أرجو الاشتراك بالقناة واللايك. وصفتنا اليوم دجاج بالأكياس والخضروات. البهارات اللي عنا ملح وبابريكا مدخنة وكاري وزنجبيل وزعتر ناشف وزنجبيل وبودرة ثوم وبهارات دجاج، وعنا باربيكيو وكاتشب ولبن زبادي والليمون وزيت الزيتون. الخضروات البصل والجزر والبطاطا، وعنا هون الدجاج بعد ما نظفناه كويس وجهزناه. بنخلط جميع البهارات مع بعضها وبنجهزها عشان نتبل فيها الدجاج والخضروات. نحط اللبن الزبادي والكاتشب والباربيكيو صوص ونصف كمية البهارات اللي خلطناها قبل شوي والزيت والليمون. بنحركهم مع بعض ونجهز التتبيلة. لما جهزنا تتبيلة الدجاج غلفنا الدجاج كلياتها وتبلنا الدجاج فيها. هلا الخضروات البطاطا والبصل والجزر بنحط كمية البهارات اللي ضلت عنا والليمون والزيت وبنحركهم مع بعض وبنجهزهم حتى نحطهم بالأكياس. عنا كيس الحراري بنحطه بالفرن، نحط الخضروات فيها بنرتبها كويس، بنجيب الدجاجة وبنحطها بالكيس، بناخد من التتبيلة وبنحط على الدجاج ونوزعها فيها، وبنسكر الكيس كويس، بنربطه بالحبل تبع الكيس الحراري، وبنعمل فيها عدة ثقوب. هيك جهزنا عنا الدجاج والخضروات، بنحطهم بالفرن على درجة حرارة عالية. أول نص ساعة بنخليها على درجة حرارة عالية، وبعد نص ساعة بنوطيها على درجة 180 أو حسب نوع الفرن تبعك. بنخليها لمدة ساعة إلا ساعتين إلا ربع، ونطولها من الفرن تكون اتحمرت. هيك جهزت عنا الوصفة. وصحتين وعافية. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشتراك.